السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي ندير واحد الدعاء اللي الصراحة رائع رائع جدا، وهو: اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وما توفيقي إلا بالله. ندوزو دابا إن شاء الله الطريقة والمقادير ديال هاد ميني باكيت اللي الصراحة كيجيو رائعين. انا عمرتهم غير بالطون حشوة الاقتصادية. بالنسبة للمقادير اللي غنحتاج في العجين، انا درت على حسابة افراد العائلة، درت 300 غرام ديال الفورص الدقيق الابيض، زدت معاه شوية ديال الملح، وغنزيد معاه واحد المعلقة ديال السنيدة. غادي نزيد واحد المعلقة ديال الخميرة الفورية. الى عندكم الخميرة حبيبات كيف ما هذه اللي عندي ديروها، الى عندكم الخميره المعجونه ديروها بحال بحال. وغادي نعجنوا العجين ديالنا ان شاء الله بالماء. الماء يكون دافي، عرفتوا باش تخمر لنا العجينه. الماء غير دافي شويه. وغادي نديرها لنا في العجانه. بالنسبه لي عندو العجانه، اللي ما عندوش العجانه يقدر يعجنها غير بيدو. غادي نخلي العجين ديالي تدلك جيدا. هي بعد ما دلكات كتجي على هذا الشكل، غنزيد لها واحد 60 غرام ديال الزبده اللي غنقطعها قطع صغيره باش دغيا تدخل ليا في داك العجين. وغادي نعاود نخدم العجانه ديالي ونخلي حتى تدخل ديك الزبده جيدا في هذا العجين. وغنوريكم القوام كيف كتولي على هذا الشكل. انا غنحيدها نديرها في هذا الاناء. هانتوما كيفاش كتشوفوا كتولي رائعه. غنديرها في هذا الاناء وغادي نغطيها ونخليوها حتى تختمر وندوزو نصايبوا الحشوه. بالنسبه للحشوه اللي عندي، انا هنايا غنحتاج فلفله خضراء وفلفله حمراء، عندي واحد البصله مشلضه، عندي زيتون خضر مقطع، عندي فرماج محكوك، وعندي الطون. غنحتاج البودرة الثوم، وعندي الملح والابزار. في واحد المقلاة غندير فيها الزيت، وغادي ندير ديك البصل ديالنا تشحر، نحركوه جيدا. غندير التوابل. غندير بودرة ديال الثوم. اللي ما كيتوفرش عنده هاد بودرة الثوم تقدر ديروا فص ديال الثوم تحكوه. غادي ندير الملح. بالنسبه للملح ما تكتروش، لان عندنا الفرماج، عندنا الطون مالح، عندنا الزيتون، ديروا غير شويه د الملح. وغندير الفلفل الاسود. انا بالنسبه لي الساندويتش والحشوات هكا ما كنكترش العطريه بزاف، باش تبقى ديك النكهه ديال الخضار ولا ديال الفلفله ولا اي حاجه عندنا كتبقى ما كيتغيرش المذاق ديالها. وبعد ما نزلت لنا البصله كيف ما كتشوفوا، غادي نزيدو داك الفلافل. الا عندكم حتى الفلفله خضراء بغيت تزيدوها زيدوها حتى هي كتجي زوينه. وغادي نبقاو نحركوا في هاد المكونات حتى ينزلوا ويطيبوا. كيف ما سبق قلت لكم في اول الفيديو، غنولي نبداو بهذا الدعاء. صراحه لي دعاء رائع جدا. اي واحد باغي يدير شي حاجه يقول هذا الدعاء ربي كييسر له امره. انا بالتجريب الصراحه دائما كنستعن به، ودعاء لي زوين بزاف بزاف بزاف. ان شاء الله الله يوفق الجميع يا ربي، والله يسهل على كل واحد يا رب. المهم غنبقى مستمره في التحريك ديال هاد الفلافل والبصله حتى ينزلوا. وغادي نزيد عليهم انا واحد المعلقه ديال الهريسه. هذه كتبقى اختياريه لحقاش الوليدات كيبغيو شويه الحار، انا درتها. اللي ما عندوش وما بغاش الحار ما يديرهاش، ماشي ضروريه. صافي غادي نحركو، غادي نخليه يبرد، نطفي النار ونخليه يبرد، وندوزو نشوفوا العجين راه خمرات. ها هي العجين بعد ما خمرات كيف ما كتشوفوا. غنخرجوا من هذاك الهواء، وراني نظفت سطح العمل. غنحط هاد العجين وغادي نحاول نقطعها على حساب لي ساندويتش اللي غادي ندير. نتوما اللي كتحكموا في واش غديروا ساندويتش كبير ولا صغير. غنحاولوا نسرحوا هكا ونستعنوا دائما بالدقيق حيت فيها الزبده كتلصق شويه. انا غادي ندير دوك ساندويشات شويه كبار، وانتم تقدروا ديروا ميني ساندويش غير صغيورين. المهم بعد ما سرحتها على شكل طولي غادي ندير فرماج حمر هو الاول، حيت باش غادي نقلبوها يجي هو الفوقاني.
وغادي ندير دوك الفلافل بعدا. في الاول غادي ندير هكا، غنديرو دوك الفلافل، وغادي ندير الزيتون اخضر، وحتى لا عندكم الزيتون اسود وبغيت ديروه ديروه حتى هو كيجي زوين الصراحه. وغادي ندير الطون، وغادي نحاول نجمعهم على هذا الشكل. هانتوما كيف كتشوفوا شكل باغيت. نحاول نجمعوا الجوانب مزيان، نسدوها مزيان. هانتوما كيف كتشوفوا غادي نقلبوها غتجينا على هذا الشكل. انا راه درتهم كيف ما قلت لكم، راني درتهم كبار، وانتم لا بغيتو ديروهم صغار ديروهم عينكم ميزانكم. بنفس الطريقه، ودائما نستعنوا بقليل من الدقيق. نتمنىكم تجربوا هذا الميني باغيت لانه كيجي زوين. بالنسبه دابا عرفتوا الصيف وكتوليدات وكيبغيو يمشيو للبحر، الواحد يديرهم يديهم معاه الطريقه اللي ساهله وزوينه. كيف ما كتلاحظوا راني درت عاود فرماج. دابا درت الزيتون هو الاول، ودرت الطون، وغندير دوك الفلفله والبصله اللي شحرنا. وبنفس الطريقه ان شاء الله غادي نجمعوا هاد الباغيت على هاد الشكل، وديروه مزيان باش ما يتحلش. راه كيجي رائع وكيجي بنين وكيعجب الوليدات. نتمنىكم كيف ما قلت لكم تجربوه وتردوا عليا في لي كومونتير كيف جاكم. دابا ان شاء الله غادي نبقى مستمره هكا حتى نسالي كاع الكميه اللي عندي. غندير معكم اخر وحده ان شاء الله بنفس الطريقه، حتى هي غنديرها على شكل طولي. وغادي ندير الفرماج كيف الاولى، بحال نفس الطريقه ديال الاولى. انا باش يجيكم الفيديو واضح داكشي علاش بقيت كنعاود معاكم. غنديروا الزيتون، وغادي نديروا الطون، وتقدروا ديروه بالكفته، تقدروا ديروه بلادان، تقدروا ديروه اي حشوه بغيتو ديروا بها هاد لي باغيت ديروه. انا درت حشوه اقتصاديه وسهله كيف ما قلت لكم، في هاد الصيف كتجي رائعه. غادي نجمعوا هاد لي باغيت ديالنا، وغادي نبقى مستمره ان شاء الله حتى نسالي كاع الكميه اللي عندي. ودابا غنستفتهم في هاد اللاطه. بعد ما ساليتهم غادي ناخذ واحد الكيتور ولا شي موس يكون ماضي، وغنحاول نطراسيهم هكا. كيعطيهم واحد المنظر اللي رائع جدا. هانتوما كيف كتشوفوا بغيت تخليهم هكاك خليهم هكاك بلا ما تطراسيهم بحال هكا، ولكن كيف ما قلت لكم كيعطيهم واحد المنظر اللي جميل. وبعد ما غنساليهم غادي ندهنوهم، غنخليهم حتى يختمروا. انا غادي ندهنهم بالصفر ديال البيض ومعه الصوجه. غنحركو جيدا وغندهن به هاد لي باغيت ديالي. تقدروا ديروا صفرة البيض والحليب حتى هو كيجي زوين. غادي نحاولوا ان شاء الله ندهنهم كاملين، وغادي نخليهم حتى يخمروا. وكيف كتشوفوا راه كيجيو زوينين. غنساليو الكميه كاع اللي عندنا كيف ما كتلاحظوا. غنخليهم حتى يختمروا المره الثانيه. هما بعد ما اختمروا الفران شعلته يسخن مزيان، وندخلهم على نار مهيله يطيبوا، ونتلاقاو ان شاء الله. هما بعد ما خرجتهم من الفران طابوا، غادي نديرهم في طبق التقديم وتشوفوا كيف كيجيو. انا درتهم على هذا الشكل، خليتهم هكا كيجيو رائعين. ودرتهم عاود بالفرماج هكا، رشيت عليهم شويه الفرماج باش نبدل لهم شويه المنظر. بغيتو تخليهم هكا سامبل خليوهم، بغيتو ديروا لهم الفرماج كيف ما درت لهم ديروا، كيبقى تزيين اختياري. ودمتم في رعاية الله وحفظه. إلى فيديو قادم ووصفة جديدة إن شاء الله بإذن الله. إلى اللقاء.